السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. زكاة الفطر شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشرع كذلك أن تؤدى قبل صلاة العيد، ويجوز أن تؤدى بيومين أو نحوهما قبل العيد، وعلى الإنسان أن يؤديها من غالب قوت الناس، وأن يؤديها عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته، عن كل واحد من أفراد العائلة صاع من غالب قوت الناس كما قلنا. والصاع مقداره تقريبا مع تفاوته بين طعام وآخر، إلا أن مقداره التقريبي في حدود كيلوغرامين ونصف. فعلى الإنسان أن يؤديهما للفقراء والمساكين، ويفضل أن يبدأ بذوي رحمه المحتاجين وكذلك بجيرانه، وينبغي أن يحرص على أدائها في وقتها وأن تكون طيبة بها نفسه. أجزل الله لنا ولكم بالمثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.